لحين ما تصلي أوف لحين. الله العظيم من صدقك متى لين كبرت تزوجت لين صار عمرك 40 الصلاة عادة وعبادة، ومن لم يعتاد عليها الآن لا يعتاد عليها بعدين. كيف ستربي أبنائك في المستقبل؟ كيف ستعلمهم على الصلاة وأنت لا تصلي؟ ما بعلمهم على الصلاة، كيف يبرونك؟ كيف تنجيهم من الدنيا ومن همومها ومن ضيق هذه الدنيا؟ أليست النجاة بالصلاة؟ أليست النجاة باتصال بالله سبحانه وتعالى؟ أليس الفوز هو أن تكون قريبا من الله سبحانه وتعالى؟ كيف تكون قريب من الله وأنت لا تصلي؟ الصلاة راحة، طمأنينة، سكينة. الصلاة كفاية أنها وقوف بين يدي الله، تقول الله أكبر يتجلى الله أمامك سبحانه ويقسم الصلاة بينه وبينك. تقول الحمد لله رب العالمين يرد الله عليك يقول حمدني عبدي. الرحمن الرحيم يرد عليك مجدني عبدي. مالك يوم الدين يرد عليك أثنى علي عبدي. الله أكبر. عيسى وهو في المهد طفل رضيع ايش قال حق بني إسرائيل؟ وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. موسى أول مرة يكلم الله، أول مرة، وكلم الله موسى تكليمة أول مرة يكلمه إيش قال له؟ وأقم الصلاة لذكري. من عظمة الصلاة. وهناك آيات كثيرة عن المصلين، وانت للحين تقول لي ما صلي. والله ما أقدر الصراحة. ما تقدر يعني؟ هل الله فرض عليك شيء فوق استطاعتك فوق قدراتك؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني الله خبرنا بهذا الأمر، فمعناته أنت قادر وأنت كفو، وبعد المقطع ما بتترك ولا فرض بإذن الله، وتتوب إلى الله توبة نصوحة. واللي فاتك مال السنوات اللي طافت لا تقضيه، توب إلى الله توبة نصوحة وتبتدي بما عليك من فروض. ولكن فاتك أجر عظيم وخير كثير، لكن توب إلى الله وابدأ بصلاتك ولا تيأس. الله يبارك فيك.